السلام عليكم ومرحبا بكم. ما ننساوش دائما نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكامل البنات. اليوم ان شاء الله درت لكم صابلي نتاع الملفاي بحشوة اكثر من رائعة، يجي خفيف وهشيش وبزاف بنين. نتمنى الفيديو تاع نهار اليوم ينال اعجابكم. اعطيت لكم كامل اسرار الصابلي باه تنجحوا فيه ويجيكم خفيف وهشيش. بلا ما نطول عليكم، تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. نحتاج هنايا 125 غرام نتاع زبده. اهم حاجه الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه. انا استعملت هنايا لابيل. هكا عندي بيضه كامله. هنا اذا ضعفتوا المقادير ديروا بيضه وصفر بيض. عندي نصف كاس سكر، عندي رشه ملح وملعقه صغيره تاع لافاني. عندي هنايا زوج ملاعق كبار نتاع نشا وزوج ملاعق كبار نتاع زيت. وعندي هنايا نصف ملعقه صغيره نتاع خميره. هنا تحبوا ديروا لافاني ولا تحبوا ديروا عطر الكراميل. نمروا مباشره للطريقه. هنا تحبوا تستعملوا الباتر، تحبوا تخدموا بيدكم. انا نحب نخدم بيدي. هنايا اذا استعملتوا الباتر خلطوا كل شيء بعضه وديروا بالباتر. هنايا اذا خدمتوا بيدكم يعني اذا كل مره ضيفوا وخلطوا هكا. كما قلت لكم الاسرار التصابلي اول حاجه انه تكون زبده بدرجه حراره الغرفه هكا. تاني حاجه نخلطوا مليح، يعني نحطوا كل حاجه ونخلطوها مليح حتى يتجانسوا هذوك المقادير مع بعضهم. كما شفتوا هنايا ضفت السكر وزدت البيض وزدت اللافاني ورشه الملح. هنايا رشه الملح راهي ضروري هكا تميز الاذواق من بعضها. ومن بعد هنايا نخلطوا. هنا السر الثالث انه تولي لكم هذيك الزبده على شكل كريمي. هذه الخطوه راهي ضروريه. يعني هنا اذا ما ولاتلكش هذيك الزبده على شكل كريمي جامي تضيفي النواشف حتى تولي لك. بقاي خلطي فيها على حتى تولي لك على شكل كريمه. هنا كي تولي لك على شكل كريمه ثم تقدري يعني تبداي تضيفي في الحوايج الاخرين. كما شفتوا ضفت 2 ملاعق كبار نتاع زيت وزوج ملاعق كبار نتاع نشا. وهنا نبدا بعد ما ولات لي هذيك الزبده كريمي على شكل كريمه نروح نبدا نضيف في الفرينه. هنا حطيت معها نصف ملعقه نتاع زبده عفوا تاع خميرة الحلوى. ونبداو نلمو هذيك في العجينه تاعنا. هنا العجينه اكيد كيما تعرفوا باللي العجينه تاع الصابلي ما تتعجن، جوست نلموها يعني بالاصابع تاعنا فقط هكا. نبقاو هنايا والعجينه هنايا ثاني هذا سر اخر انه العجينه ما تشيحوهاش، يعني ما تشيحوهاش. هذا سر من اسرار تاع الصابلي. يعني اذا شيحتوها راح تجيكم شويه هكا يعني يابسه. على هذيك خليوها طريه جوست كي تلموها تولي ما تلصقش في يديكم ثم خلاص راهي مليحه. حبسوا هنا مباشرة مش رايحين نخليوها ترتاح. نجيبو ساشي نروحو نطرحو فوقها العجينه تاعنا، يعني نحطو ساشي من فوق وانا حطيت بابي فيلم من فوقها ونبداو نطرحو فيها هكا. راح تجيك يعني الخدمه متقونه ومش رايحه تعبك. خلاص اكيد لازم نحطو فوقها حاجه سينو راح يلصق لك الحلال تاعك في العجينه هكا. نروحو نطرحوها ونجيبو الطابع. استعملوا يعني نتوما اي نوع حبيتو، يعني مش لازم ديروا الدائري، كامل الانواع راهم يصلحوا. وهنا بالنسبه يعني اللي عنده مشكل انه كيهز في الصابلي تاعو يترساو يعني يدي فيه ولا يفسد له الشكل تاعو، تقدروا يعني عطيت لكم لاستيس هذه ممكن تساعدكم. راح تحافظوا على الحبه يعني وتبقى لكم كيما راهي، ما راح يتبدل فيها والو بهذا الشكل. وهذا هو الحجم، يعني ما نخليوهاش رقيقه وما نخليوهاش يعني خشينه بزاف هكا. ونحطوه يطيب على 160 درجه يحمر لي شويه من تحت وزيد شويه من فوق. وكما شفتوا راح يحافظ لي على الشكل تاعو يبقى لي كيما راهو. وهذا هو الحجم تاعو، يعني كيما تحطوه كيما تلقاوه. هذيك يعني تاني الخميره اللي كنا حطيناها راح تساعدكم تاني في الطراوه. وهنايا نروحو نمروا للحشو تاعي. واش نحتاج هنايا؟ عندي 65 غرام نتاع زبده، عندي 50 غرام نتاع الحلوى الترك، وعندي ملعقه كبيره نتاع سكر. هنا نروح نطلعوا هذيك الوحده تاعي الزبده تاعي شويه. نروحوا نرحيو هذاك السكر وحلوه الترك مع بعضهم ونعاودوا نحطوهم مع الزبده هذيك. هنا انا جبت 2 ملاعق كبار نتاع كاوكاو هو تاني مرحي وحيته بالقشور وراح نضيفه مع الحشو هذا الحشو يجيكم بزاف بنين. راح يعني تقدروا
تحشوه، ديروه في حشو تاع اي صابلي، يعني اي نوع من لي صابلي تقدروا تحطوه في الحشو. نبقاو نخلطوه حتى نتحصلوا على كريمه، يعني نديروا الزبده هذيك حتى تطلع عليه فقط. وهنا نروحوا مباشره نجيبوا الصابلي تاعي نحطوهم فوق بعضاهم هكا. يعني كي نحطوهم فوق بعضاهم نحاولوا نحطوا الحبات اللي قد بعضاهم هكا باه تجيني الحبه متحوفه. نروحوا نجيبوا لابوش. هنا من الافضل انكم تخدموا بلابوش هكا باه تجيكم ثاني خدمه متقونه. نروحوا نجيبوا الصابلي تاعي بهذا الشكل. هنا الصابلي حتى برد لي ونروح نحطو فيه الكريمه هذيك اللي كنا خدمناها. رايحه نحط هنايا على الجوانب نحطو الكريمه نتاع حلوه التورت، ونحطو في النص طوفيه كراميل. تحبوا تحطوا نيسلي كراميل ولا طوفيه كراميل راهم اخدموهم عالي، راهم يتخدموا، تحبوا تشريهم لكم الاختيار. نزيد نعاود معاكم حبه بهذا الشكل حطوا في الجوانب. يعني انا ما نحبش نعمرها بزاف هكا باه ما تخرج، يعني ما تخرجليش من الاطراف هكا الكريمه هذيك بهذا الشكل. وراح نعطي لكم يعني استوس هكا تاني باه يعني تساعدكم في الخدمه تاعكم وتعمروا الصابلي يعني ليه هكا ما تبقاوش بالحبه وديروا. شوفوا رايحه ندير معكم هذه الحبه فقط ونعطيكم هذه لاستيوس مهم اللي يخدموا بلي كوموند تساعدهم بزاف يعني الطريقه هذه، وراح تجيهم يعني هكا ينظموا روحهم وما يتعبهمش الخدمه نتاع الصابلي. انا هنا درت كميه قليله، خرجت لي 325، خرجت لي 30 حبه، يعني كي تحطوهم على بعضهم راح تولي لكم 15 حبه. وهذه هي الطريقه اللي قلتها لكم، انكم تحطوا الصابلي كامل مع بعضه يعني تحطوا اللي حتحطوا فيه الكريمه والاخرى اللي من الفوق تخليوها يعني باه تبان لكم هكا باه ما تتخلطوش، يعني تعمروهم كامل ضربه واحده ومن بعد تغطيوهم بهذا الشكل. نزيدوا نروحوا نضيفوا يعني شوفوا هادو اللي الاولى تلقاوها نحطوا فيها الكريمه واللي قدامها رايحين نغطيو بها هكا ما تخلطوش، فقط خليوها على وجهها باه ما تخلطوش فيها. يعني هنا طريقه راهي سهله تساعدكم بزاف، سيرتو اللي يخدموا بلي كوموند واللي يخدموا تاني كميه كبيره. نزيدو نروحو نحطوا توفيه كراميل راح تعطيه يعني ذوق بزاف بنين، يعني كي تتخلط هذيك الكريمه مع التوفيه وتعطيه يعني مع الذوق ولا اروع. جربوا هذه الحشوه ومش رايحين تندموا عليها خلاص. شوفوا هنايا نروح نديرو الصابلي. انا ما نحبش نكثر في الجوانب باه ما تخرجليش بزاف. هنا مباشره بعد ما نقفلوه نروحو نحطوه في الثلاجه حتى يحكم لي روحو مليح، ومن بعد نروحو نكلاصيوه بالشوكولا. هنايا انا رايحه ندير نكلاصيه بالشوكولا بيضاء. دوك هنايا نحطوه في الثلاجه حتى يحكم لي روحو، وهنا بعد ما قعد لي في الثلاجه حطوه ساعه ولا نص ساعه تحبوا. اذا كنتم مزروبين حطوه في المجمد. هذاك هو الكريمه هذيك ما تتخلط لكمش، يعني هذيك الكريمه ما تخلط لكمش مع الشوكولا. وهنا كنت ذوبت 200 غرام نتاع شوكولا بيضاء. ذوبوها كي تذوبوا تخلص زيدوا لها ملعقه كبيره نتاع زيت وخلطوها. هنا ملاحظه فقط ممكن ما يعرفوهاش كامل، شوكولا جامي تغلاصيو بها وهي سخونه تغلي هكاك، خليوها اوما تنحى هذيك السخونيه، يعني جوست تنحالها سخونيه فقط، لانه اذا غلفتوا بها وهي هكاك راح تجيكم يعني الحبه تاعكم ترانسبارو، يعني ممكن هذه بزاف ما يعرفوهاش. على ديك خليوها شويه تنحالها السخونيه هذيك وغلاسيو بها عادي. يعني انا استعملت هنايا الوجدان، يعني مرفا نستعمل بزاف دادا. هنايا ملاحظه في الوجدان ما على باليش بلي انه شوكولا بعد ما تبرد تلقاوها يبست بزاف، يعني كانت دادا مهما تبقى لكم يعني تبقى لكم طريه كي تاكلوها. المهم انا استعملت الوجدان ومن بعد كلاصيت الحبه تاعي. هنايا لازم كي تكلاصيو الحبات تاعكم اخدموا بالزوج 3. هنايا ما تخليوهاش خلاص، يعني تقعد لكم. اذا كنتوا رايحين هنايا تحبوا تخليو الصابلي تاعكم هكا وديكوريوه يعني بحبات هكا تاع اي حاجه، ولا ممكن ديروا الصابلي تاع الملفاي، يعني ديروا شوكولا ذوبت اذا درتوا نفس الكميه ذوبوا 2 حبات حتى 3 فقط نتاع الشوكولا بالحليب وديروا بها هادو الخطوط. هنا فقط تقطع لي الفيديو. هنا حاولوا فقط كي ديروا الشوكولا ديروا 2 حبات 3 وعاودوا ديروهم طول بالشيكولا، يعني ما تزيدوش من 2 3
الشوكولاته، لانه الشوكولا البيضه كما تعرفوا باللي راهي تتجمد ليه. على هذيك ديروا 2 حبات 3 مباشره، حطوا فوقها يعني وهي هكاك بعد مازالت ما جمدتش، حطوا فوقها الشوكولا هذيك اللي بالحليب، وديروا الخطوط هذوك نتاع الملفي بهذه الطريقه. راح نعاود معكم حبه هنايا لانه الفيديو كان تقطع. شوفوا كيفاه هنا حطيت الشوكولا، ومن بعد نروحوا نديروا هذوك الخطوط نتاع الملفاي، ديروا وحده طالعه وعاودوا هبطوا من تحت. يعني سهله الطريقه خلاص بهذا الشكل. راح نزيد معكم حبه ممكن يعني تكونوا هكا ما فهمتونيش مليح. قلت لكم بعد ما تقلاصيو الحبه تاعكم مباشره ديروا حبه 2 حتى الماكسيموم 3، بصح لازمكم تزربوا هكا مباشره. وقبل ما تجمدكم بالشوكولا البيضاء حطوا فوقها هذيك الشوكولا يعني اللي بالحليب 2 حبات، ولا من الافضل يعني ديروا بلا بوش ولا باي حاجه تقدروا مالفين تستعملوها. ديروا بها الخطوط هادو. هنا الشوكولا انا زدت لها الحليب، هذه الشوكولا نتاع اللي بالحليب زدت لها شويه حليب كي ذوبتها، ومن بعد زدت لها شويه نتاع الزيت خلطتها وحطيتها في لابوش، ودرت الخطوط هادو نتاع الملفاي. يعني رايحه انا كتزيين. قلت لكم تقدروا تستغناو عليه عادي، تقدروا هنا ما مصابلي هذا تقدروا على الجوانب تاني ديروا له قطايف، تحبوا ديروا له كاوكاو، يعني هذا راجع لكم، ولكم الاختيار يبقى دائما التزيين اختياري. هنايا راح نروحوا نجيبوا يعني لي كيسات اللي رايحين نحطوا فيهم. وهنايا تحبوا مع من الفوقات تزيدوا تحطوا هذاك الورد، تحبوا تحطوا لا فايدور، اي حاجه تقدروا تزينوا بها، تحبوا تخليوهم هكا. يعني انا فقط نعطي لكم الافكار وكل واحد يدير يعني واش يحب. هذا هو الصابلي تاعي تاع نهار اليوم. رايحه نقسم معكم حبه هكا باه تشوفوها كيفاه جات، يعني من داخل يجيكم خفيف وهشيش. جوست الشوكولا برك ما عجبتنيش بزاف لانه شويه تبغى تيبس لكم مش كيما دادا تبقى لكم يعني طريه بزاف. رايحه نقسم معكم حبه وتشوفوها كيفاه جات من داخل. شوفوا هذه هي الحبه تاعي، نقسمها معكم وتشوفوها كيفاه جات. راح يجيكم الصابلي هذا بزاف خفيف وهشيش، يعني شوفوا بكل سهوله تقسم معايا. يعني جربوا هذه الوصفه راح تعتمدوها. جوست فقط شوكولا كما قلت لكم كي جمدت يعني شويه يبست لي. هذا هو الفيديو تاعي تاع نهار اليوم، نتمنى ينال اعجابكم. ما تنسونيش بجاو، نتلاقاو في فيديو اخر، ودمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.